شتي المغرب والجزائر ممكن واحد النهار انهم يلقاو شي حلول للمشاكل السياسيه اللي بيناتهم. ممكن انها توقع، وممكن انهم يفتحوا الحدود، وممكن ان الملك يزور الجزائر ورئيس الجزائر يزور المغرب وتولي العلاقات السياسيه طيبه ما بين البلدين. وهنايا غادي يكتشفوا بزاف ديال الناس دابا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسبان وتخسر الهضره والمعيور ما بين الشعبين، وكيسب الامهات ديال داك الشعب كامل وهما كيسبوا الامهات ديالنا. هادو كاملين غادي يكتشفوا بانهم مجرد بيادق في واحد الرقعه ديال الشطرنج. غادي يكتشفوا بانهم كانوا مجرد ذباب الكتروني. المشاكل السياسيه خرج منها، عندها الناس ديالها، الملك، الوزراء، وزير الخارجيه، الجيش، كاين دوك الناس مكلفين. انت خطيك من هذا الشيء كامل، عيش حياتك بوحدك. دابا مازال ما كاينش شي حرب باش تدخل فيها، ما كاينش حرب. هني راسك، انت ماشي سياسي، انت فرد من افراد الشعب. الا تصالحوا بيناتهم انت اللي غتبقى في العيب. فكر مزيان، راه قطر كانت سدات عليها في 2018، كانت سدات عليها السعوديه والامارات والبحرين ومصر، وبدا الشعب بيناتهم تيتسبوا بيناتهم، ودابا هما دوم صالحين بحال ما كاين والو. هتلر راه وصل حتى لباريس، هتلر راه تصور قدام لا تور ايفيل، راه اجتاح باريس. دابا راه ما بيناتهمش كاع حتى شي فيزا، كيدخلوا نفس العمله نفس كذا، ما بيناتهم حتى شي مشاكل سياسيه. شوف، خلي السياسه الماليه، وانت فكر بعقلك. راه عندك حساب امام الله وعندك وقوف امام الله، غتحاسب بوحدك. عارف مزيان اش كتخرج على فمك، وعارف مزيان اش كتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. حذاري من الفتنه، اتق الله. اللهم اني قد بلغت، والسلام.